الموضوع طلع فيه دروس وحكم كتير قوي. بص يا سيدي، الحكاية بدأت بجريمة قتل في بني إسرائيل. واحد غني مات وما كانش ليه وارث غير ابن أخوه، والواد ده كان طماع ومستعجل على الورث، فراح قتل عمه بالليل ورمى الجثة قدام بيت ناس تانية عشان يتهمهم ويطالب بالدية. الناس بدأت تشك في بعضها وهتولع في بعض، فجريوا على سيدنا موسى وقالوا له: يا نبي الله، قول لنا مين اللي قتل الراجل ده. سيدنا موسى سأل ربه، فجاله الوحي بأمر غريب جدا ومفاجئ: اذبحوا بقرة. طبعا بني إسرائيل بطبعهم اللي بيعشقوا الجدال، بدل ما يسمعوا الكلام ويذبحوا أي بقرة وخلاص، بدأوا يتفزلكوا ويقولوا لسيدنا موسى: انت بتهزر معانا؟ احنا بنسألك عن قتيل وتقول لنا اذبحوا بقرة؟ سيدنا موسى رد عليهم بوقار: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يعني الهزار في أحكام ربنا ده جهل. ومن هنا بدأت رحلة التشدد. قعدوا يسألوا: هي عندها كام سنة؟ فربنا قال لهم: لا كبيرة ولا صغيرة، سنها وسط. قالوا: طب لونها إيه؟ ربنا صعبها عليهم وقال لهم: صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا: طب قول لنا مواصفاتها بالظبط، أصل البقر كله شبه بعضه. فربنا قفلها عليهم خالص وقال لهم: بقرة لا بتشتغل في حرث ولا سقيا، وسليمة ما فيهاش أي عيب ولا علامة. قعدوا يدوروا ما لقوش المواصفات دي غير عند شاب يتيم كان بارك جدا بأمه، وربنا أراد يكافئه، فبني إسرائيل اضطروا يشتروها منه بوزنها ذهب أو ملء جلدها دنانير عشان بس ينفذوا الأمر اللي كان في الأول سهل، بس هم اللي عقدوه. ذبحوا البقرة وسيدنا موسى أخذ جزء منها وضرب بيه الميت، فالميت قام حي ونطق وقال: ابن أخويا هو اللي قتلني، وبعدين رجع مات تاني. طب إيه الحكمة إن أطول سورة تتسمى بالاسم ده؟ واحد، درس في سمعنا وأطعنا. السورة دي هي دستور الأمة الإسلامية، فربنا سماها البقرة عشان يفضل المسلم فاكر قصة بني إسرائيل وما يقعش في غلطهم بالجدال والمماطلة في تنفيذ أوامر ربنا. 2، إثبات القدرة على البعث. القصة دي برهان حي إن ربنا قادر يحيي الموتى، وده موضوع أساسي في العقيدة وفي السورة دي. 3، تكريم البر بالوالدين، لأن البقرة دي كانت ملك شاب بار، فالتسمية فيها إشارة لفضل العمل الصالح وإن ربنا بيسخر الدنيا لخدمة عباده المخلصين. فالاسم ده مش مجرد اسم الحيوان، ده عنوان لمنهج التسليم لله والتحذير من العناد، وعشان كده ربنا صدر بيها القرآن كأول سورة بعد الفتحة عشان يحط النقط على الحروف من البداية.